كثير من النساء يحتفلن بأعياد الكفار، ولا يجوز الاحتفال بأعياد غير المسلمين، ولا يجوز تهنئتهم بها أو مشاركتهم فيها بأي نوع من أنواع المشاركة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة على بعض الصحابة احتفالهم بيومي النيروز والمهرجان، وقال لهم إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. من الأعياد المبتدعة في هذا الوقت ويحتفل به كثير من الشباب من الجنسين ذلك العيد الذي يقال له عيد الحب، وفتن به كثير من الفتيات والنساء، وهو عيد وثني مبني على أسطورة خرافية لراهب كافر يقال له فالنتين، وكان قد تحدى السلطة الكنسية وأراد أن يخرج على قواعد الكهنوت ومسائل أساس الرهبنة، فصار رمزا عند أولئك الضلال، ونقل بحرفه إلى المجتمع المسلم لكي يصير رمزا عند المسلمين والمسلمات، وإنا لله وإنا إليه راجعون.